كسكسي بالبسباس وإلا فرفوشة، تختلف التسمية من جهة لجهة. اليوم باش تراو طريقتي في تطييبو، تبعوني باش تشوفوا لي زاستوس الكل. أول حاجة فرحانة برشا إنه جاني البسباس من تونس، نظفته بيان سور وغسلته مليح مليح بشوية بيكربونات وشوية خل، وتعدي تقسيتو بيان سور نقصوه شوية شوية. كملت قسيتو الكل، جبت الكاسكاس حطيت فيه 3 فرش بالطريقة هذه، هذوكم يعاونونا من بعد باش ما يعجنش الكسكسي. في المرحلة الأولى باش نحط نفور البسباس، وبالطبيعة أنا جاوني ربطتين بركة ما حطوليش برشا. الكسكسي اللي عندي مفور تفويرة واحدة تكفي، على ذاك باش نحط نفور البسباس بما إنه البسباس ياخذ وقت راهو في التفوير، باش ما يقعدش هكا صحيح وقت اللي تبدا تاكلو مع الكسكسي. حطيته على المقفول اللي سبق واني خليت الماء يغلي فيه، وهذيك استيوس تعرف قارص ديما تحطها في المقفول كيف يغلي باش ما يكحلكش. تعديت خديت الكسكسي نتاعي بالطبيعة باش نبثبثو. إذا باش تستعمل كسكسي باكوات ضيفله شوية ملح لأنه ماهوش مملح كوم يلفو. هذوما حطيت شيشة زيت زيتونة وحطيت نكسكس فيه. وكانك من عشاق الماكلة التونسية أعمل دورة على الفيديوهات الموجودة في قناتي تو تعمل جو وتعمل كيف عليه، من الكسكسي بالعصبة يعني الكسكسي الراس للمدفونة للملوخية، التشخشيخ التونسي كله تلقاها على قناتي. من بعد ما حكيت الكسكسي مليح بالزيت، وإيتاب مهمة برشا راهو باش ما يعجنش الكسكسي نعملو له الزيت، توا باش نضيف له شوية ماء ونغطيه ونخليه يشرب الماء ذاك. وفي الأثناء باش نتعدى نقص البصل برشا وكا كيما تراو بزايد بصل. بالنسبة لربطين بسباس خديت ربطين بصل لأنه فاح الصوص متاعنا باش يكون البصل. رجعت للكسكسي نلقاه شرب الماء ذاك، نحط نبثبثو بيدي كيما ترى، ما نخليوش فيه كعابر على خاطر باش نضيفولو البسباس اللي يفور. اذا اول مره تزور قناتي ما تنساش باش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك جديدي. وذوما كعيبات عود باش نحطهم يفوروا مع الكسكسي والبسباس، يزيدوهم بنة على بنة. وهذا البسباس فور باش نحطه على الكسكسي ونخلطه مليح مليح مع بعضه، ونرجعو الكسكس يعمل تفويرة أخرى. وبالطبيعة نحاول نحلو مليح كيما تراو منجمش نعمل بيدي على خاطر سخونة هكا بالفرشيطة. وهذوما شوية بصل نحيتهم اللي قسيتو باش نحطهم يفوروا معاه. خليو الكسكسي يفور في عقله. نتعداو الأهم حاجة في الكسكسي هذا اللي هي الصوص. أول حاجة بديت بها خليت بزيت شوية ثوم كيما تراو، وجبت الطنجرة اللي باش نطيب فيها، حطيت بزيت شوية زيت، كان عندك قديد نجم تحط زيت القديد يبنوا برشا، أنا مش متوفر عندي. وحطيت البصل اللي كنت قصيته، نقلي مليح البصل ونحط له شوية ملح لأنه الملح كي تحطه من اللول يعاوننا باش البصل يتقلى ويذبل فيسا. وخذيت صحيفة حطيت فيها مغرفتين صوص سامحوني تومات كونسونطري، لأنه الصوص نتاعو تحب الطماطم، نص مغرفة هريسة عربي، وهذاك محسوب نص هروس حار على الاخر، ضفت لهم شيشة ماء حليتهم فيها، وهذاك باش يكون الباز نتاع الصوص نتاعنا. من قبل ما نحطهم هما حطيت تقريبا 3 كعبات طماطم مقصوصين جويدة كيما تراو مفرومة، وحطيتها لازم طماط فريش تبنن برشا الكسكسي هذا. والثوم اللي كنت فرمته نخليهم يتقليو مليح مليح، من بعد نضيفولهم الطماطم اللي حليناها مع الهريسة أو مع الهروس. الكسكي هذا يجي موزوز يجي حار شوية، ونغطيها ونخليها تتقلى في عقلها على نار هادية. بنة الكسكسي هذا في الصوص متاعو، نعاود ونقول إذا نجحت في الصوص بقدرة الله الآخر كله ساهل ويجي كسكسي بنين. بعد ما تقليو مليح مليح، هذه مغرفة كبيرة كروية، نأكد كروية مش تابل وكروية بالطبيعة، الفلفل الزينة ونغطيهم ونخليه من بعد باش نضيف لهم شيشة ماء مش برشا. في الأثناء تعديت حطيت كعبة مرقاز نشوي فيها. هذه الصوص متاعنا كنت ضفت لها شوية ماء مش برشا، راه ما تحبش الماء، خليها تتقلى مليح. المفروض في المرحلة هذه نحطوا الفلفل الملاحي مقصوص هكاكا يبدا مملح، مي انا ما عندي شكون ما يحبوش، باش خليه للزينة من فوق ناكلو انا برك لانه حار برشا. وكيما تراو هذه الكونسيستانس اللي لازم تكون فيها الصوص، خاثرة ماهيش عاقدة برشا، ما خاثرة وماهيش جارية. الكسكسي فور هبطته، وبالطبيعة باش نحل إذا فيه كعابر نحلوهم.
وتوا نجيو نحطو الصوص متاعنا ونخلطو الكسكسي، وهكا تكون الغوصات متاعنا كملت اليوم. بقى كان اني باش نحطها في صحن التقديم ونزينها بكعبات المركز اللي قليتهم. كانت هذه طريقتي. نعرف ومتأكدة انه برشا جهات اخرين يطيبوهم بطرق مختلفة كما يقولوا كل بلاد ورطالها. خليلي في كومنتير قولي في جهتكم شنو الجهة متاعك وكيفاش تطيبوه. اذا عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل جيم وكومنتير وتبارتاجيه مع حبابك واصحابك باش تعمل فايدة على الناس الكل.